السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف أسرار الطماطم وزراعتها فوق السطوح. سر زراعة الطماطم وإزاي الطماطم بتبقى عندك عناقيد عناقيد زي ما انتم شايفين كده. من الحاجات الناجحة جدا، وكمان نتيجتها إبهار. حاجات سهلة جدا وهتخلي الطماطم معاكي ناجحة جدا جدا جدا، وهتزرعي كل احتياجاتك فوق سطوحك. وكمان هتبقى عندك عناقيد كأنها عنب بالظبط، زي ما انتم شايفين كده الطماطم الناجحة ازاي عندي. لتالت سنة بزرع الطماطم فوق السطوح، وبتبقى عندي ناجحة جدا، كل سنة أنجح من اللي فاتت، لأن أنا بتعلم من التجربة اللي فاتت وبشوف ايه اللي بيخليها كمان أنجح. النهاردة هناخد جولة على السطوح وهنقطف كل الطماطم اللي أنا زرعاها. أنا زرعها في قلب التلاجة، اللي هو التلاجة ده من بتاع الخردة، لأن الطماطم بتحتاج يعني بتحتاج أواني عميقة لزراعتها، لأنها جذورها بتبقى جذورها كبيرة وطويلة جدا. فحاولي انكم انتوا لما تزرعوها في اواني غويطة وحاجات غويطة عشان تنتج معاكي الانتاج المبهر ده وتكون ناجحة جدا. شايفين الطماطم؟ والله ما عايزة اقول لكم، هي عندي معقدة كأنها عنب بالظبط. والطماطم كبيرة. حاولوا انكم انتوا تزرعوها في نهاية شهر 8، او في نص 8، عشان تاخدي منها المحصول الشتوي. ما يتقرصش منك في البرد، لان لما بيدخل عليها البرد الطماطم تكاد تحمر بس وما تكبرش. لكن انا بحاول ان أنا ازرعها في نص 8. بصوا العناقيد الطماطم، مش عايزه اقول لكم اسرار رهيبه لزراعه الطماطم، وسهله جدا ان اي حد يزرعها. فقط هتقلبي التربه بالسماد العضوي بتاع الطيور. وكل شويه هحرص ان انا اضيف أحرص إن أنا أضيف شوية تربة بسماد من السماد الطيور فوق التربة. كل شوية أضيف شوية، يعني كل شهر أحاول أضيف شوية كده، لأن الجذور بتاعت الطماطم انتي لما تضيفي التربة بالسماد هتعمل تشجير تاني فوق، وده اللي هيعمل إكثار عندك في الثمار بتاعت الطماطم، وهيخلي الدنيا والله انتوا كل سنة هتزرعوا فيها الطماطم تنبهر بالنتيجة. وهتلاقوا نتيجة ناجحة. عندي بواقي شاي، بواقي قهوة، كلها بنزلها على طماطم. حطي خميرة فورية، كل دي من العوامل اللي بتخلي الطماطم ناجحة جدا. كمان بعطشهاش وما بزقيش سقوة جامدة. بصوا يا جماعة، في كل مكان أنا زرع طماطم وناجح جدا. تقريبا المحصول اللي هلمه النهاردة أو الحصدة اللي هلمها النهاردة حوالي 4 من 4 ل5 كيلو. والله يا جماعة أتمنى إن الناس كلها تعمل اكتفاء ذاتي، تعملوا اكتفاء ذاتي وتزرعوا خضاركم فوق السطوح. بصوا الطماطم، مش عايزة أقول لكم ناجحة قد إيه ومبهرة قد إيه. أنا زرعاها في كذا إناء. بصوا النجاح يا جماعة، يعني مش عايزة، يعني سبحان الله، عندك جنة فوق السطوح، عندك الشمس، عندك الهواء، يبقى لازم تزرعي الزرعة اللي هي الناجحة جدا والمبهرة. الطماطم يعني تقولي رخيصة، طيب ما بتيجي على أوقات بتبقى غالية. وكمان انت بتاكلي طعم اورجانيك، ما فيهوش اي سماد، ما داخلش فيه اي سماد ضار او حاجه زي كده. لا، ده اللي احنا بنزرعها وبتبقى فرحه ليكي، زارعينه احنا والاولاد، بيبقى فرحه ليكي وانت بتجني المحصول ونتيجه مبهره. كمان انا الفتره اللي جايه هوريكم زراعه بعض المحاصيل لشهر رمضان المبارك، زي الخضار، الكزبره، ال- الفلفل، الشبت، جرجير، حاجة زي كده. برضو هتكون ناجحة جدا معاكي. حاولوا انكم انتوا تزرعوا فوق السطوح، ما تتركيش شبر في بيتك الا ما تزرعوا. من انجح الحاجات اللي ممكن تزرعيها فوق السطوح هي زراعة الطماطم والكزبرة والشبت. والحاجات دي ناجحة جدا جدا. اتمنى انكم انتوا حاولوا تقلدوا وتزرعوا. بصوا ده سرير اطفال، على فكرة السرير ده سرير اطفال، انا مجلفاه يا ولاد والله. حاطه له خشب على الجناب ومغلفاه بلاستيك وزرع فيه. والتانية دي قلب التلاجة اللي هي واخداها من بتاع الخردة.
هو ادهاني 100 جنيه وقال لي لما تهلك معاكي وتاكلها الشمس انا برضه هشتريها ب100 جنيه عندك، يبقى انا كده مش مستهلكة ابدا ومش خسرانة حاجة. بص الطماطم اللي احنا جمعناها النهاردة طماطم اورجانيك وجميلة جدا وصبحة جدا، كمان مش هتشبعوا منها، تحسي انك انتي طعمها حلو اوي. تعالى نطلع الكمية كلها اللي جنيناها النهاردة. بص كده، ايه رأيكم بقى؟ اتمنى انكم انتوا تغيروا منه وتحاولوا تجربوا الفكرة، هتنبهروا من النتيجة والله. كل حاجة ممكن تزرعيها فوق سطوحك موفرة ليكم، موفرة لميزانيتك، موفرة للاقتصاد الأسري. لو كلنا تبنينا الفكرة دي طبعا هتوفر في الاقتصاد وهتدير علينا بالدخل، مش دخل يعني انك انت هتبيعي، كفاية ان انا اعمل حاجة بيتي وأسهم إن أنا أوفر جزء من الميزانية، وكمان هتشغلي وقت فراغك في حاجة مفيدة وجميلة ومسلية. الزراعة دي من أجمل الحاجات اللي ممكن تشوفيها في حياتك، ممكن حاجات بتعمل يعني بهجة نفسية كده وراحة نفسية وسعادة لا بعدها، مش فيش بعدها سعادة تانية. أتمنى إنكم انتوا تقلدوني، ولو أول مرة تدخلوا على القناة تعملوا اشتراك ولايك عشان يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كمان هقول لكم بصوا كده يا جماعة، ان شاء الله هزرع لكم الفيديو القادم او الفيديوهات القادمة ان شاء الله هيكون في زراعة الملوخية وزراعة البامية. وكمان جايبه لكم طريقة جميلة جدا 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 ناجحة لتخزين البطاطس غير الطريقة دي. انا نزلت الطريقة دي على القناة بتاعتي يا جماعة، لكن انا جايبه لكم طريقة كمان انجح من الطريقة دي، وهقول لكم ان شاء الله على عيوب الطريقة دي في الفيديو اللي قادم. الطريقة دي لأول مرة هتلاقوها على اليوتيوب في زراعة في تخزين البطاطس، سوري. هنخزن البطاطس بطريقة احترافية وأسرار لأول مرة هتشوفوها على اليوتيوب لتخزين البطاطس. فاللي ما دخلش على القناة يدخل على القناة ويتابع ويعمل اشتراك ولايك عشان يصلكم كل ما هو جديد. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمني وسلامتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.